سلام سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملاح كبير وصغير كالعاده. نبدا معكم بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله. اليوم جبت لكم طريقه الرفيس. على بالي بلي كامل تعرفوا ديروا الرفيس، ما كانش اللي ما يعرفش يدير الرفيس، مي انا نديرو بطريقتي. ما على باليش والله، ما على بالي اذا راه كاين منشور ناشرين فيديو ولا لا في قناه في اليوتيوب. والله ما شفت. انا هذه طريقتي في تحضير الرفيس. بالطريقه هذه راح يجيكم الرفيس يجي طري، راح يكون اختلاف بين الطريقه اللي ممكن تخدموا بها والطريقه اللي راح تشوفوها في الفيديو. نبدا معكم على بركه الله في خدمه الرفيس. كما تشوفوا نديرتو هنا في البيدو على طول العام، عامين يقعد في الفريجيدير او في كونجيلاتور، ما يفسدش خلاص، ما يكوزش، ما تدخل الدوده، يعني السوس كامل ما يدخلوش. جامي نشري يعني التيشه او سميد خشين بالكيلو، نشريه نغربلو ونخبي التيشه وهكذا. الكاغط صغير يدي تحرقت. هي من الافضل نديرو كرتونه شويه كبيره. انا لقيت غير هذه قدامي درتها نستعمل. تحبي تقلي وتحطي، تحبي تقلي كميه غير اللي احتاجتيها. انا الكميه اللي احتاجتها برك، ما نقليش نحط. اكيد كامل تعرفوا تقولوا التيشه يعني كامل تحمصوها، يعني ما نش حنوريكم انا كيف تحمصوها، على بالي بلي كامل شاطرات. وهنا كما راكم تشوفوا الغرس، هنا الغرس راني ديت الكميه اللي نحتاجها. راني ندير الماء يغلي، نفورو لازم كي نفورو مليح، يعني ماشي يبقى لي بارد، لازم يكون سخون. فوالا هنا بعد ما فار مليح نفرقوه في الغسبيون تاع البيترا ونحطوه في البيترا، نخليه يدور مليح يعني حتى يتخدم الغرس مليح. من ذاك نهبطوا يعني الاطراف الجوانب نهبطوهم لتحت باه يتخلط مليح. هنا كل ما خليتوه يتخلط مليح في البيترا راح يعطيكم نتيجه افضل. فوالا كما راكم تشوفوا هنا يعني ذوبت علبه تاع الزبده اللي عندكم، مش حنقول لكم واش النوعيه تاع الزبده. ذوبتها ونفرغها على الغرس ونخليه يدور يتخدم مليح. فوالا كما راكم تشوفوا تخلط مليح، يعني حبه ما تقعد صحيحه في الغرس، يتخلط كامل مليح. كل ما تخلطكم مليح كل ما عطاكم نتيجه افضل. جربوا البنات هذه الطريقه صدقوني غير يعني تحصلوا على نتيجه افضل من اللي تحطوا بيدكم. للاسف الكهرباء انقطعت، وانا نصور معكم الكهرباء
القطعة التالية. هي نورمالمون درك نكمل ندير التيشة او سميد الخشن ونبدا نخلط. نخلي بيترا الدور. مي انا الترسي الكهرباء ما كانش باه البيترا يعني يمشي معليا، على بالك نكمل بيدي. نصبر شويه، اذا جات نكمل، لما جاتش نكمل بيدي. الكهرباء على ما كانش، ما جاتش، راح نكمل في الجبنه. نكمل هنايا. كانت حبيت شويه نحاليه خاطر عندي شغل نخدم فيه. اعتمدوا الخدمه تاع الرفيس هذه في البيترا، راح يلح عليكم باش تخدموه كيما تشوفوا. الغرض ديجا هو تخدم. سمحولي. ندير التيشيرت بالعقل نشوف كمل. هنا الغاز راه مازال سخون ماهوش بارد، خاطر في البيترا راح يبقى لكم الغاز سخون، مش كيما تخدميه بيديك يكون بارد. شويه هنا راح نخليه بهذا القوام. نحلو العظم ونديرو في الجفنه الصغيره ولا في الطاجين تاع الطيب. نحل العظم او الشابو تاع التمر بهذه الطريقه، وبالخف يتنحلك لخاطر راه فيه الدهن تاع نح اي شوائب. هنا راه مازال سخون ما بردش، غير هاك.
وانا نحطو كامل. غير ب7 ايام نح كامل اي شوائب او الشابو تاع العظم تاع التمر. هذا انا نكمل نحلو العظم نعاود نرجع لكم. شوف هنا راني درتها في الطاجين هذا، قلتلكم اللي عندكم ديروا فيه. وهذه راح نديروا على شكل قلب. نحاول نعدو هنايا ب7 ايام. فوالا ونحطوه هنايا هاكا. هنا الديكور اللي حبيت نزوقو به نزوقو. وهنا الزينة لكم الاختيار، زوقوها بحبيتو. صاي هذه هي. انا حنديها الوحده نافس مع القهوه، وصدقوني عجبتهم بزاف. جربوها البنات الخدمه تاع الرفيس في البيترا ورجعوا لي بالخبر. شكرا على المتابعه ودمتم اوفياء للقناه. سلام.